الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب وعلى آله وصحبه الذين انتهجوا منهج الأدب. عطوفة رئيس دار التفكير للثقافة والفنون الدكتور جمال القاضي جميل عطوفة مساعد محافظ المفرق أحمد نصير، عطوفة رئيس بلدية المفرق أستاذ أحمد المشاقبة، ناصر أصحاب أخرشينا، أصحاب العطوفة والسعادة، كل باسمه ولقبه. خالد ابو بسام شلونك؟ يشرفني أن أكون معكم ارفع لك القبعة على أرض المفرق الغالية على قلوبنا. المفرق ميدان البطولة والفداء ودرع الأردن المنيع، مغتنما هذا اللقاء المبارك لأنقل لكم تحيات معالي وزيرة الثقافة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني وأردنية، وهي الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين 61، متمنيا لجلالته دوام الصحة والرفعة، مستذكرين مآثره على بلدنا الحبيب وعلى محافظة المفرق، حيث أولى جلالة الملك عبد الله الثاني المحافظة اهتماما كبيرا لتطوير مختلف القطاعات التعليمية والصحية والشبابية والثقافية والاقتصادية. ومنطقة الحسين بن طلال التنموية في المفرق مثال يحتذى به، بالإضافة إلى المشاريع التنموية التي تعد جزءا من المكارم الملكية. الحضور الكريم، إن مكارم جلالته شملت مختلف القطاعات في المحافظة من الصحية والشبابية والتعليمية والتنموية، ومنها المكرمة الملكية التي تضمنت توجيهات جلالته بإنشاء مستشفى عسكري في محافظة المفرق. ومن هذه المآثر أيضا حرصه الدائم على منذ تسلمه سلطاته الدستورية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستوى معيشي أفضل للأردنيين، وتركيز جلالته الدائم على الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمد على الموارد البشرية المتسلحة بالتعليم والتدريب. واستنادا إلى هذه الرؤية الواضحة أطلق جلالته سلسلة من الخطط والبرامج لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان، حتى يكون الأردن نموذجا متقدما وقياديا في المنطقة. ومن هذا المنبر نعلن التفافنا حول قيادتنا الهاشمية في مواقفها اتجاه فلسطين والقدس، ورفضه لصفقة القرن، حين قال باختصار بغض النظر عما يقول الآخرون، فنحن لدينا واجب تاريخي بالنسبة للقدس والمقدسات، وبالنسبة لي هذا خط أحمر، وأعلم أن الشعب معي، وواجبنا كدولة هاشمية أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورغم الضغط علينا فجوابي في النهاية كلا. الحضور الأكارم، إن الجهود الكبيرة والجبارة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني
على الصعيدين الدولي والإقليمي جعلت من الأردن نموذجا يحتذى به في الاستقرار والأمن والأمان في وسط محيط متلاطم جراء الأزمات والحروب. ذلك أن القيادة الحكيمة لجلالته واهتمامه الكبير بالارتقاء بمعيشة المواطن وتركيزه على أن المواطن الأردني هو أساس التنمية الشاملة وعنصرها الأساس، جعلت الأردن يحتل مكانة مرموقة بين الدول رغم صغر مساحته وقلة موارده. الحضور الأكارم، إن جلالة الملك عبد الله الثاني قريب دائما إلى نبض الأردنيين الذين يتطلعون بثقة وأمل إلى المستقبل مستبشرين بما تحقق من إنجازات في ظل قيادته الحكيمة. وفي الختام أود أن أرفع إلى سيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وللأسرة الهاشمية أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، ضارعين إلى المولى القدير أن يحفظ مليكنا المفدى ويمد في عمره ويرعاه ويبقيه ذخرا وسندا للوطن والأمة، معاهدين سيد البلاد أن نبادله الوفاء بوفاء وولاء وإخلاص وتضحية لرفعة بلدنا في ظل قيادة جلالته والأسرة الهاشمية المجيدة. وكل عام وأنتم ومليكنا وأردننا بألف خير وشكرا.